يا جماعة في حدث كبير شغال دلوقتي اسمه قافلة الصمود العالمية. الموضوع بدأ من برشلونة في أسبانيا يوم 1 سبتمبر، والهدف الأساسي كسر الحصار عن غزة اللي بقاله 17 سنة خانق الناس هناك. القافلة دي مش سفينة واحدة، لا، عشرات السفن من دول مختلفة زي تونس، جنوب أفريقيا، تركيا، ماليزيا واليونان. على متنها ناشطين أطباء، محاميين، صحفيين وسياسيين كمان. يعني صوت العالم كله مجتمع علشان يقول كفاية حصار. من المشاهد المؤثرة إن في ناس مسافرة وممكن تتعرض لخطر من البحرية الإسرائيلية، ومع ذلك مصرين يوصلوا المساعدات حتى لو أرواحهم على المحك. الرحلة دي مش مجرد إغاثة، دي رسالة سياسية وأخلاقية. العالم مش ساكت، العالم شايف وبيتحرك. طبعا إسرائيل حطت نفسها في مأزق، لو سمحت بالقافلة دي توصل معناها اعترفت بكسر الحصار، ولو منعتها بالقوة هتخسر أكتر قدام الرأي العام الدولي. يعني قافلة الصمود دي ممكن تبقى شرارة تغير في المعادلة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سلام.